وهنا يجي دور السؤال المهم اللي هسأله للخبراء اللي محتاج مساعدته. فالسؤال بيقول هل أنا بدأت صح وخطواتي صح ولا إيه الكلام؟ ده تمريني في الجيم أول يوم بعد انقطاع دم لأكتر من سنة ونص تقريبا. خطوتي قايمة على تسخين لعضلات الجسم بشكل سلس بدون ضغط أو قاسية، بحيث إن جسمي يتلين لكن ما ياخدش صدمة اللعب مرة واحدة، وده عشان ما ينعكسش عليا بوجع في جسمي خلال الأيام الجاية. لذلك سخنت النهارده بالتريد ميل مع تسخين لمفاصل اليد والرقبة في الهادي منه، وسقسقت الكلام بشويتين على العجله مع التجديف والتبديل، وده لتحريك مفاصل الجسم بشكل عام والمفاصل السفليه بشكل خاص زي الركبه والسمانه والاوراك والارداف. ونقلت منها للعجله التقليديه وبلعبها بكثره لان اردافي ازيد حاجه في جسمي بشكل عام. وطبعا اهم نصيحه انك تمسح مكانك في اي جهاز انت بتلعب عليه، وده نظافه وحمايه لنفسك ولغيرك. بعدها لعبت ويست عشان انشط الدوره الدمويه المربوطه من المنطقه السفليه للجزء العلوي، ومفيده ان ويستك يكون مرن ولين ويخفف من وجع فقرات الظهر. وبمناسبه وجع الجسم فقررت ان ارجع باللعب على اساس كل يوم اسخن عضلتين فقط لا غير، وبداتها النهارده بتمرينات خفيفه للصدر والبايسبس، على اعتبار ان بكره هسخن ظهر وترايسبس، وبعده هسخن الكتف والبطن، وبعده هسخن الرجل لوحده، وبعده هاخد يوم اجازه وارجع واعيد القاره مره ثانيه. فالسؤال بيقول هل انا بدات صح وخطواتي صح ولا ايه الكلام؟ انتظر راي المتخصصين في التعليقات عشان كلنا نستفاد، ويا ريت اعرف لو في اي اخطاء في التكنيكات اللي لعبت بيها النهارده هكون شاكر له، عشان ان شاء الله هيكون عندنا سلسله يومياتي من اول ما بصحى ونلعب ونشتغل وناكل ونشرب لحد اما ننام، وان شاء الله ربنا يقدرني واستمر فيها، وهو حاجه اطلع فيها طاقتي بدل السكوت والانعزال. وطبعا مهم جدا انك تغسل كل الدخل اللي كنت لابسه اول باول، يتنضف من العرق شطفه بميه مش اكتر، ويتساب لتاني يوم ويكون نشف باذن الله. وابتداء من الفيديو الجاي هتلاقوا اليوميات بقت بشكل منسق اكتر، لكن قولوا لي في التعليقات عايزين اليوميات فيها كلام ولا كل سكوت زي ستوريات الجمعه بتاعه القهوه، زي ما تحبوا قولوا لي في التعليقات عشان تعليقاتكم هتفرق معايا جدا لانها هتحفزني اكتر. وما ننساش كالعاده بنختمها ايها الساده بندعي ان ربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امي واخويا واختي وابويا وامواتنا، ونصلي على الحبيب لدي قلبي وقلبك يطيب، والى اللقاء في يوم جديد بمشيئه الله.